صباح الخير، زوال الخير، نتمنى تكونوا ومساء الخير على حسب امتى شفتيني. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كما هو الحال، الامر مؤسف كما العادة في الفكر الوطني. الامر مؤسف فهم الامور عندنا في الوطن. الامر مؤسف عموما حنا عندنا الامر مؤسف. اش غنديرو؟ خلا واحد الدري واحد النهار سولت وقلت له، كانوا دايزين، كنت باقي صغير، كانوا دايزين واحد البنات وتنهضر معاه، هو يدور وجهه، بدا تيشوف فيهم. وقلت له اخويا، واش انت معايا ولا معاهم؟ عرفتي باش جاوبني؟ قال لي انا مع الاسف. ما عمرنا بغيت ننسى لي هاد الجمله، قال لي انا مع الاسف. ما بغيت تخرج من راسي. تيشوف دوك البنات وكانوا مزيانات، باقيين صغار ديك الساعه، المراهقه بدا يزيد، وحسيت بديك الحرقه ديال الشاب المغربي خصو يدبر على راسو، وميم طوحل معاك نتايا من نفس الجنس ديالو في نقاش تافه. فملي سولتو انت معايا ولا معاهم، قال لي انا مع الاسف. دوك انا ايضا اليوم انا مع الاسف. وهذا امر شنيع في حد ذاته. قبل ما نبدا لكم، غنحلف لكم بالله، حد المغاربه عزيز عليهم الحلوف، واخا نقيم نقول لهم راه ما شتش، اصحاب لهم نكذب عليهم، وحق لا اله الا الله ورحمه الوالد، الا دوك الفيديو ديال دوك الوليدات اللي جاو عندك البنيتي ما تفرجت فيه، ولا جاتني لونفي نبرك عليه، ولا جاني الفضول، ولا بغيت نبرك عليه، ولا تيهمني، ولا جاتني الهره في يديها، لبزاف د الاسباب، منها ما بقيتش مراهق كبرت، ومن هذاك المحتوى ما تيهمنيش، فقط فعند بالي سالت اللعبه هنايا، فعند بالي راه كتتسالي اللعبه. كيفاش عرفت داكشي؟ تنفيق الصباح تلقى الصحفيين المرموقين تيدويو على داكشي، فيسبوك داير تصويرات البنت بميني جيب، وكاين شي دراري جو بونسي يهضروا ورا شي زهر، المهم هي تصويرات الدور ديال بصح. والتعاليق والله ما قريت، ما نزلت قلبت عليهم بالله العلي العظيم. هادي في الدروس النوراسيه، هادي بيلا كنت ندير بها لومبيونس تتشعل، شي تكتب عليكم، تديرها ورا الدجاجه تعطي واحد لومبيونس زويونه، ونخليها لحالة الطريقه. فما قريتش التعاليق وربي شاهد، ما فهمتش علاش يبان ليا تيبان لي داكشي بقوة ما بسيط واضح. العقلية المغربية ماشي صعيب تفهم كي تتفكر، باقا في الدرجة الأولى من هرم ماسلو، الحاجيات الأساسية للإنسان، المسكن والأكل والجنس. فينك درجاتهم باش توصل لتحقيق الذات، وفينك درجاتهم باش توصل لقمة هرم ماسلو. مع العلم هرم ماسلو ما تيعني والو، ولكن زوين. كاين نوع من دوك باقي الناس عندهم داك الكبت تاع هادي بغيلا كنت نخلصها في الدروس الرمضانيه، شريتهم من علي اكسبريس، هادو حجيرات كدا مستونين بحال هادو، تقدو ديكورو بيهم داركم كدا، شي من هنا بالليل تتشعل هادشي وتتريح الكابيسه ديالك وتطلق موسيقى زوينه وتتحل شي كتيب ولا تتمعن في شي بودكاست واعر، حصل لك ما تبقى واحد في الدرجه الاولى د هرم ماسلو منك من الانسان الاول. وعلى العموم ملي ترونات انا قلت موجه وغدوز، بكل صراحه قلت موجه وغدوز بحال جميع الموجات.
صافي راه غينقروا واحد شي شويه وغيساليو، ويا دار ما دخلك كي دار. ساعه لا ساعه لا تفاجأت ان ديال الضريبه هادي جاتني الضريبه في فرنسا، الضريبه تيعطيوك حتى تتحنقص قد دير بحال هكا. فاكتشفت لا ان الضابطه القضائيه الشرطه ديالنا الله يجازيها بخير، من مور ما ترافعوا شي وحدين دخلت على خط القضيه وحلت تحقيق شنو تيخص هذا البرنامج تحت الستار. الا ما فهمت انا شي شويه، شفت عنده واحد الصفحه في مرموق هاد التدوينه، قال لك سيدي عندنا نفس المشكل ديما، الخدش بالحياء. فنادو الناس واعرين هزوا قضيه ضد هذوك اللي عندهم تنشطوا في انترنت وغيهضروا على مساله خدش الحياء. وهذا امر عادي زعما ما مبرزطنيش، انا مزيان تخدش على الحياء. شنو اللي مبرزطني؟ سبحان الله كل امه بطريقه ما كل امه تتقاتل على اللي ناقصها. وهذا راه امر في غايه الخطوره، كل امه تتقاتل على اللي ناقصها. فلا جينا هنا لفرنسا ملي حنا في المغرب تيسوقوا لنا على انهم عندهم مشكل في الحجاب والمسلمين والتيار الاسلامي، وترى والله ما مسوقين. انا عايش بيناتهم، زرت شحال من مدينه فرنساويه، الفرنساويين والله ما مسوقين. شي في الحياه ديال كل نهار مهلوكين تا هما، ما مسوقين لك لا شحال وداير الدره ولا ما دايرهاش، واش حي ولا ميت. تنهضر على الجماعات ماشي على الافراد كل يهضر فين فاش ما بغا، ولكن مدابزين علاش اللي ناقصهم. ورجعوا للموضوع. فمؤخرا من الامور اللي كانت ناقصه ونوضوا عليها حيحه لي زاغريكولتور المزارعين، فنادوا حيحوا عليهم هنايا، قالوا لهم كيف يعقل ما تناكلوش، تنساليو بجد ريال في الاخر، تتنزلوا علينا بلي زامبو وتتستوردوا منتوجات ديال برا وتتقتلونا حنايا. وقفوا الدنيا، التراكتورات ما خدموش ليهم، فرقعوا لهم البضائع، اي سلعه جايه من شي طريق الشمال ولا الجنوب حبسوها ليهم، فرقعوا لهم البيض ديال البرتغال وديال المطيشه ديال المغرب. نوضوا حايحه. علاش نوضوا حايحه؟ لان الكرامه ديالهم كمزارعين هي انك تشري لهم المنتوجات ديالهم هي الاولى، تستورد وصافي، وتم ترفع دعوات قضائيه كبيره جدا جدا. خرجوا بشي مي فهمه في الاخر، ماشي شي مفاهمه، مي فهمه كالماهم، قال لهم ندرسوا نقابه المزارعين، السلام عليكم. قال لي انا واضحه الامور. شدوا معايا راس الخيط باش ما تلفوش، واحد هاد الحلقه مهمه، غنمشي من موضوع لموضوع وتبعوا معايا من قنيت لقنيت. العام الفايت في اقليم ازيلان كنت هضرت على هاد النقطه، تقلبات واحد الفوغونيت ومات 44 واحد. فانا كنت بكيت، درت واحد اللعبه تنبكي كانه مات في حينا فأر. بريس كتباتها وشي لعيبات الصحافه الانترنت شتي فيسبوك. شتي تيبكي. راه شوف، واخا تنعيا نبقى ندير فيها الشجاع الاقرع،
والله لا تيبكي تيضرني لداخل ماشي انا انسان كئيب ابدا، والله ما انسان كئيب، هادشي انسانيا تيضر لداخل. يولي عندك وعي انساني واحساس انساني بدا يضرك هادشي انا هاد الكراباس تبقى تضرك لداخل ملي ما تبقاش مركز على ذاتك بوحدك واخلاقك وانت شنو باغي وش بتاكل شنو تلبس، وتبدا تنفتح المجتمع. ومرت السنه الحصيله ديال الوفيات العام الفايت، وهي حصيله مشرفه بمقارنه مع 2015. 1000 واحد مات، هذه حصرانه مشرفه مع 2015. 2015 كان مات 3000 والصرف. الا ما خانتنيش الذاكره، انا انسان تدخلني الذاكره، ولكن هاد الارقام بلوس او موان صحيحين. فوصلنا لواحد التقدم ملموس اللي هو مات غير 1000 واحد. تخيلوا عباد الله، مات 1000 واحد بحال اللي مات جرانه. عرفتي جرانه؟ دابا ما تنهضرش على الدوله شنو دايره، داكشي علاش تبعوا معايا، ندخلوا من موضوع نخرجوا النقطه الاساسيه. الدوله سيدي راه دارت البيرمي بالصيغه ديالو جديده باش ما يبقاش التماطل وداكشي، ياك وسقط كلشي. الناس تسقط بالكاميو في البيرمي. الناس تسقط ماشي بالنوادر في البيرمي، ما تنجح حتى حد. فهذه بادره زوينه دايرها الدوله، يعني الدوله راه ما رخفاش على هذا الموضوع. ولكن دابا تنهضر على المواطنين شنو اللي ناقصهم؟ علاش ما تينوضوش يتقاتلوا على هاد الطوموبيلات اللي عندهم فوق 30 عام تيسوقوا بهم عباد الله؟ علاش يدوروا لينا؟ علاش يدوروا لينا في البلاد؟ علاش باقيين تيتعطاو رخص؟ هذاك السيد اللي مشى بديك الفوغونات وقتل دوك المزارعات، راهم كانوا ناس بسيطين ومزارعين جايين من الحقول وناس طيبه عاديه جدا، ماتوا. شكون اللي عطاهم الرخصه وشكون اللي سمح لهم يدوزوا في الطريق؟ كاين دارات، كاين لعيبات. الدوله شحال قدامها تحضي، فالناس تتقاتل من اجل هاد النقطه. فات 2023 تبعين معاياكم، فات 2023 جات 2024. سبحان الله، نفس الاقليم دا ازيلال بديت تنسماه لعنه اقليم ازيلال. نفس الاقليم. جا واحد الشيفور كان غادي هادي في هذا رمضان، دا شي تلاميذ والاساتذه تبعوا معايا، شاف واحد القور عندهم اونبان، قال لهم مالكم؟ قالوا له راه عندنا مشكله. جا هو يدير الكاميونات ديالو قدام الفاليز الحافه، وحل الباب وهبط ونسى الفرانمان، ويا تم هابطه. ماتوا عاوتاني الدرب. وكأنما مات في حينا فأر. عرفتي ما تبكيش عليه؟ نزرتي صحاب لهم انا شبعان اكتئاب. هذه راه تتسمى الانسانيه ماشي الاكتئاب. هذه اكتئاب راه تتسد عليك وتتكبل الحياه وتتخناز اكتئاب الحاد الحدي. ما نهضروش على الاكتئاب العادي اللي ولينا نسمعوه في انستغرام. اكتئاب تيفقدك الشغف في الحياه. الحمد لله كاين الشغف في الحياه. هذه تتسمى الانسانيه. فمات في حينا فأر. عاوتاني اسبريس ولا شي لعيبه هي اللي كتبات شي شويه، وبعض الصحافات الاخرى
وشوف تيفي وداكشي والسلام عليكم. انترنت خاوي ما فيه حتى شي لعبه. دوك حتى لهنا متبعين. ها الطامه هي اللي غتجي دابا. وما يخرجوا واحد الوليد، انا رجعوا دوك الوليدات. واحد الوليد خرج واحد ديسك سميتو يوسف 45 واقيلا. خرج واحد الديسك انا والله ما سمعته. انا تقسم لكم بآية الله ما سمعته. انا حاجه ما تتعجبنيش ما تنسمعهاش نقطه. المهم فيها ما عرفتش هزيت طرف ولا شي لعيبات شي حاجه بحال هكا على حسب ما قريت. تا هو تابعوه ودابا تعتقل وقيلا قد يدوز الحبس. واش على ديك الخلفيه على خلفيات اخرى ما تنظن على خلفيه ديال الديسك. ناضوا جميع اللي في الانترنت يقول لك حنا هاد الشيء ها هو تهلك لنا ولادنا ياك. فخص بحال هاد الناس يدخلوا للحبس. كلمات معقوله، كلمات امين. فاكتشفت ان اللي ناقص الامه ديالنا هي الاخلاق، لان كل امه تتقاتل على شنو ناقصها. دونك دابا دوك الوليدات اللي داروا هذيك البنت اللي عندها صايه راه يمشيو يدوزوا في التحقيق. مومو دار حادث ملفق ديال سرقه الهاتف مضروب بالحبس. نقول هذيك داخله في امن الدوله ومساس بليماج ديال الدوله. وين نتقبلها شويه هذيك نتقبلها شويه، ولكن ديما نقول العقاب من جنس العمل. مومو دار هذيك اللعبه، دابا دير حلقه واحده اخرى عليها، عاقبوا على قد ما دار. دير الاصلاحيات، ديه يتبرع بعدد من الساعات اللي زغفولينا، عاقبوا عطي بيه شي حاجه تنفع الدوله، ماشي تمشي توكلوا في الحبس. على العموم رجعوا. فالان شدوا داك يوسف 45 لانه قال كلمات خديشه بالحياء. ودوك الوليدات وديك البنيته اللي داروا داك الشيء راه هو غيدوزوا عاوتاني في التحقيق، لان شي واحد دعاهم. لان الشرطه شي واحد الشرطه خدمتها تتهز تدير بلانت راه تتحقق فيه. ودي النقطه اللي بغيت ندوي عليها دابا. النقطه اللي بغيت ندوي عليها هي كالتالي: الا ربط الحوادث السير اللي ما تيهضر عليهم حد، عرفتي تلفت باش ننظم اموري، راسي تلف موضوع تيتلف. الا ربط حوادث السير والناس ما تدويش عليها وهادو اللي تيخدشوا الحياه وكل شيء تيدوي عليها تيدخلوهم الحبس، فنكتشفوا ان الناس تتنوض تقاتل على ود الاخلاق ماشي على ود الحياه. موت نتايا حياتك، عرفتي حياتنا هي اقل من لا شيء عندنا في هذا الوطن. تنهضروا على بعضياتنا ما تنهضروش على الدوله. دابا شتي المغربي اكثريه المغاربه راه يحن عليك بالفم دخل تاكل وداك الشيء، ولكن في الواقع هو محتاج يبرهن على ذاته اخلاقيا. عنده نقص في الاخلاق، ما عنده مشكل مع قيمه الحياه. وهذه نقطه مهمه جدا، قيمه الحياه. هذا الفكر كان فكر قديم جدا قبل الفكر العصري والدول محتاجه لوليداتها. الثوره الاقتصاديه كان قبل الثوره الاقتصاديه الناس كانوا قلال تعتمدوا على الرعي ولا مجبدين ولا الصيد. الرعي جاي من بعد ترويض الحيوانات، على الصيد وصافي غادي انت صيد والرعي
جات الزراعه اللي عنده شويه الزراعه، خرجوا الاقطاعيين كان باقي عباد الله الدنيا هانيه. وداك الشيط ديال عباد الله اللي تيبقى من مورا حمله من مورا فتره اكتشاف الزرع، ادوات الزراعه اللي شايد البشر تيديو للحروب من اجل اغناء الاقطاعيين. هاتي الحياه تستمر بنفس الشبعه ديال الضحك. فداك اللي شاط ديال البشر تيديو للحروب، معناتو لا بقى حي من اجل الامه. السلام عليكم. وتقدمت الوقت وجات الثورات الصناعيه العظمى، سالت الحرب العالميه الاولى والثانيه، الناس بدات تتبني بلادها، فبداو يعيطوا على العمال لان ما عندهمش المندوب من المغرب وتونس، هاد الاوروبيين وداك الشيء الجزائر انا عندهم خصاص، وبداو تيشجعوا التوالد. ولد ولد ولد، راه خصنا اليد البلاد خاويه، لانهم عرفوا بقيمه الانسان، خصهم يد عامله وصافي. فتبدلت الرؤيه، ولاو مهم عندهم الناس يبقاو حيين، ولا مهم الناس عندهم يبقاو حيين. فتبدلت الرؤيه واحد شي شويه. حنا باقيين عايشين فتره اكتشاف الزرع، باقي عايشين في ديك لي بيريود قبل فتره اكتشاف الزراعه. حياه الفرد ما تتهمش بزاف نهائيا. هنا كاينه حياه الجماعه، فهمتيني، هي اللي تتهم جدا. الفرد من اجل الجماعه، والفرد في ذاته ما تيعني حتى شي لعبه. فملي تيموتوا عباد الله ما سوقناش. حنا باقي حنا عندنا المشكل الاخلاقي، تنتقاتلوا على الاخلاق. علاش مع الرياسه هي علاش يموتوا الناس وما تتهتمش؟ هذا سؤال. يلا غنى رابور هز الطرف، ما عرفتوش حتى شنو قالوا، هز الطرف ولا شطحي ولا شي لعيبه ولا ان تروك كوم سا. ناضو دخلتو الحبس ماشي مشكله، ودوك اللي تيموتوا علاش ما تتناضلوش على ودهم؟ علاش الانترنت ما يشبكش حتى ما تبقاش تدور شي طوموبيله النقل العمومي عندها اكثر من 5 سنين 6 سنين 7 سنين؟ انا داك السيد من الفرانه من ملي ناض كنا نذكر بدات تتغوت له في هذا الحديد جديد، بلا ما نهضروا على قرة الاحترافيه والله يبانوا في انترنت. فغيشدوا دوك الوليدات وغيدققوا معاهم ويلقاو داكشي خاديش في الحياه وغيدخلوهم من الحبس. شي قاعد اللي نقروا باش يدخلوا للحبس والله ما مسوقين لهم، اي نساو تا واش ديكلاراو بهم، اي بردوا واحد 15 دقيقه ويمشيو يقلبوا على شي واحد اخر يدخلوه للحبس. صافي حنا نبقاو تنشدوا عباد الله ونديهم للحبس. خصكم تعلموا. الاقليه اللي متبعاني وتتامن بان عندي فكر سليم، ماشي متبعاني وبغات تسبني وتتامن عندي فكر سليم، راه العقاب من جنس العمل. خدشتي الحياه ديالنا نوض سير شطب الاحياء، هز دوك الربعه وديك البنت جيبهم من قرفاتهم وصورهم وقول لهم شي هاد الاحياء كاملين عندكم 10 ايام وانتم تتشطبوا فيهم، كما لوتيو الفضاء البصري تنقاو الفضاء البصري. العقاب من جنس العمل. الاخر تشفر التليفون ودار ديك اللعبه وكتب، فهمتيني، غتخرج سيدي صدقات من المال ديالك، اولا سيدي غتمشي غتنشط لينا سجون د الاحداث، غتنشط لينا لي زوغفولينا وغتخدم فيها. نخدموك شهر في لي زو شحال عطاو 4 شهور وانت خدام في شي ميتم تتانيمي فيه وتتنوض وتتبدل الوليدات لبالو في الفراش وتتعتني بهم، وغنتبعوك حنا كضابطه قضائيه باش نصلحوا لك السلوك ديالك. هذاك الوليد اللي غنى ديك الاغنيه مزيان، تغنيتي وخدشتي لنا بالحياء، واحد الله سيدي غنهزوك نتايا وغدير لنا 100
بعرف لا تي كومبوزي دير مثلا دي ماستر كلاس العباد الله اللي ما عرفتش الدوله خصها تلقى شي عباقره لقى وانا مالي. ملي تتوصل للقتل وتعطي رخص السياقه لبنادم تيقتل وتخلي الطوموبيلات تيدور عندهم فوق 40 عام، من 80 وهي تدور ولا من 90 30 40 عام، فخصنا نشدوا واحد الناس وندخلوهم للحبس. هادو خصهم يدخلوا للحبس. شتي ما دمنا تندابزوا على الاخلاق فتاكدوا ان الاخلاق هي اللي ناقصانا، ما نقصاناش قيمه الحياه. عندنا مشكل مع قيمه الحياه، قيمه الافراد عندنا مشكل في المجتمع ديالنا. تنهضرش على الدوله دابا، تنهضر على بعضياتنا، تنقدروش حياه بعضياتنا نهائيا. يبان لك تيعرضك ويضحك معاك خويا وانت عزيز عليا، مع الدور يديكلاري باش تدخل الحبس. شنو غيبرد فيك دابا؟ هذوك الوليدات اللي دخلوا الحبس شنو غيبرد فيكم؟ شنو غتهنى؟ بنيتاتكم يكبروا انا عندك مشكل في الاخلاق، انت اللي ما مربيش بنتك مزيان. تحبك مجتمع اللي تربي راه حنان الوالدين، ما تشوف والديها ميكروب تشوف با ميكروب بحال هكا راه تكبر ميكروب. هادي ما تخبركمش، هذا ستاج واحد اخر. انت ما تلبسيش طويل وتتعلمها الحقد، صافي راه غتخرج محقاده. ولدك الصغير تقول له شوف هذا الحمير، تتعرف الهضره. هادو ولوتونا المجتمع حتى هو يهضر بحالك، يبدا يقول الحمير، تلوتونا حتى هو يكون سافي، اللسان ديالو مهبط. ولكن لو قلتي لولدي ولا بنتي هاد النوع ديال الناس اللي ما قاريش وما مثقفش، اجي نوريك لي بودكاست ديال بنادم اللي مثقف. ها انت يا بنتي هذا فلان، هادي فلانه، هذا فلان، هادو تيهضروا على السيونس، تيهضروا على القمر. الا تفرجتي في داكشي ما بغيتي يا بنتي انا ما نمنعكش، غير انا تنقول لك يا بنتي لي بودكاست اللي تقدي تفرجي فيهم يا هادو. وهاد لو ليفر اجي نقراو انا وياك يا بنتي ولا ولدي، اجي نقراو انا وياك هاد لو ليفر كلشي من هنايا. لي زونفيان دو مارس لي فام دو فينوس، اجي نقراوها بنتي ونديروها لكم ملخص ونضحكوا ولا ولدي شتي مساكن راه ما قراهمش والديهم، ما تقفوهمش، ما تلوموهمش وليداتي. تتعلموا لوفيرتور ديسبري والعلم والثقافه، هادو غيسيروا البلاد وغيكونوا واعرين. اما ملي تتعلموا الحقد والكبت، ما تشوفش الطروفه وتهضرش على الصاياد، اعوذ بالله مشي هذاك راه نوع من انواع الكبت. ولادكم تتربيهم بالثقافه والتثقيف، راه انت هو الموديل ولا انت هي الموديل ديالهم، راه خصهم يشوفوكم تتقراو وتطالعوا كتب السنه كتب الحديث اللي بغيتي. المهم طالع، ما تيهمنيش فين تطالع، لا كتب فلسفه، الروايات الادبيات، كتب الطبخ، الازياء، اللي طالع يشوفوك. بنتي بغيتي تفرجي، ولدي بغيتي تفرج، انا ما نمنعكش. انا ولدي ما تنتفرج، انا ولدي هاش تندير. بغيتي تجي تتفرج معايا تتستاهل، جي تتفرج معايا. البودكاست عجبني، شوف هذا داير في سبوتيفاي، والله الا عجبني هذا الموضوع، تيهضر على الكينونه والذات، فهمتيني. شوف هذا والله الا بخير، تيهضر على الاله وكذا بخير. عجبني يا ولدي. شنو بان لك؟ وتيبدا تناقش مع ديك الوليده ولا البنيته، ما تيتكرس ليهاش الحقد، ما تيبقاش ناقصها، ما تيبقاش عندها عقده الاخلاق، ما تيبقاش عنده عقده الاخلاق تمشي يخرجوا في ناس واحد اخرين، تولي عنده عقده وحده وكبت واحد هو ينجح. عجبكم هاد الحلقه ديروا جيم وسبسكرايب ولايك، ما عجباتكمش ديروا جيم وسبسكرايب ولايك، ما تنساوناش الدعم ديالكم في لي سوبر لايك، ونشروا هذا الفيديو راه زوين والله، على زوين بالله، تاملوه فيه بزاف. سي ان بوزل فيه هنا وهنا 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 وهنا، جمعوا الافكار. الا بان لكم ان الصايه اهم من حياه الانسان، نتوما تعرفوا انا تيهم داكشي اللي تيموتوا راه بزاف. شكرا للدوله اللي دايره على الجهده، سيرتو داكشي ديال البيرمي عجبني الحال، كلشي تيسقط بعدا، هذه خطوه جيده. وشكرا للدراري اللي عندهم لوفيرتور ديسبري والدريات متفتحين بزاف. كان معكم خوكم النور، السلام عليكم.